بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم في عصرنا هذا في إحدى الدول قبل حوالي 60 عاما أو أكثر بقليل، بعث أحد الناس طالبا أعمى يتعلم، فخرج وتعلم يعني في الغرب، ثم عاد. الذي بعثه ذلك الزعيم عاد الطالب، فلما عاد كانوا في يوم جمعة، فهذا الزعيم كان في المسجد، وجاء الطالب عائدا وهو كفيف أعمى، وقد علم الناس أنه عاد بالشهادة، فأقبل إليه هذا الزعيم وقبله وعانقه ورحب به، فقال الخطيب عياذا بالله في جمعته يثني على هذا الزعيم، قال: جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. فلما قالها وصلى بالناس قام أحد العلماء وقال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم، فقد كفر بتلك الكلمة، وصلى بهم إماما. ثم بعد ذلك هذا الخطيب الذي قال هذا القول شاهده الناس بعد سنين من ذهاب ذلكم الزعيم، تغيرت الأحوال، على أبواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم ويعطونه ما يسد به حاجته. المقصود ليست الشماتة في أحد بعينه ولا ذكر أسماء الناس، لكن المقصود لا ينبغي لمؤمن أن يجعل من آيات القرآن طريقا لأن يمزح بها مع غيره، وأعظم من ذلك من يجعلها في غير موقعها. القرآن عظيم، أنزل حياة للقلوب، فلا تجعل من آياته طريقا كيف تتواصل به مع أقرانك ورفقائك وأصحابك وخلطائك في مجالسك وغدوك ورواحك. الله يقول عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن